ازيكم مرة تانية. النهاردة بقى إن شاء الله هنكمل كلامنا عن الكونتينر كومبوننتس. احنا كده وصلنا يعتبر للداتا سورس كومبوننت اللي بيجيب الداتا من أي مكان ويباصي الداتا دي للتشايلد أو الشيلدرن كومبوننت كبروبس، ويبدأ نرندر في الشيلدرن كومبوننتس دي الإيه الداتا بناء على احتياجنا. لكن قبل ما نقفل الجزء ده عايزين نتكلم عن الأنظمة المهمين يهمونا في الجزء ده، اللي هو إمتى نستخدم الكلون إيليمنت وإيه هو البديل ليها يعني. أول حاجة إمتى نستخدم الكلون إيليمنت. طبعا مش دايما نحط الكلون إيليمنت في أي كومبوننت، ممكن يخلي الكود صعب في التراكنج، وخصوصا لو اي ديفلوبر تاني مش فاهم البروب دي جايه منين او الريسورس نيم ده جاي منين وكده يعني. جميل. لكن في حاله الكونتينر كومبوننت بتاع الداتا سورس ده اعتقد هو مقبول جدا وواضح يعني. ان شاء الله البديل ليه بقى يبقى ايه، يبقى ان احنا ممكن نستخدم ريندر بروب بدل ما نبعت للتشيلدرن كومبوننت، هنبعته كفانكشن، واعتقد الطريقه دي اسمها ريندر بروب باترن. فخلينا بقى نشوف ازاي هنطبقها. اول حاجه زي ما اتعودنا هنروح ننشئ فايل جديد وهنسميه مثلا داتا وليكن data source with render props .jsx. جميل. وهناخد الكونتنت من هنا ونوصيه هنا ونبدأ. أعتقد إحنا حاليا في الجزء ده أعتقد إحنا ما عدناش محتاجين لا source name ولا children. كل اللي هنعمله إن إحنا هنريسيف prop وليكن اسمه render. جميل. وهنشيل بقى كل الكلام ده وهنريتيرن render. وأعتقد إحنا هنباصي الريسورس از prop، هنبسط الريسورس از بارامتر. جميل. وخلينا بقى نشوف الكلام ده في الاب جي اس فايل هيمشي ازاي. خلينا نروح نimporт داتا سورس. خلينا نغير الاسم ده source with render prop. وبدل ما كنا بقى بنباصي الريسورس نيم اعتقد ما عدناش محتاجينه دلوقتي، وخلاص احنا ما عدناش متوقعين ان احنا نستقبل children، فهنمسح الchildren من هنا وهنضيف الريندر فانكشن بتاعتنا هنا وهنبدا نوصيله ايرو فانكشن ونريتيرن اليوزر انفو. وطبعا احنا هنريسيف هنا ريسورس اللي احنا وصلناها هنا. جميل. واعتقد اليوزر انفو متوقع ان هو يستقبل يوزر، فطبعا اليوزر في الحاله دي هيبقى الريسورس. جميل. وممكن نهيش الداتا ريسورس فايل دلوقتي او داتا ريسورس كومبوننت ما عندناش محتاجينه. واعتقد كده الموضوع بقى ابسط كتير. ممكن نمسح برضه الرياكت كومبوننت من هنا ما عندناش محتاجينه. وممكن نخلي الكلوزنج بتاع التاج ده برضه اوبتمايزد بالشكل ده. جميل. وممكن نسيف ونبدا نشوف الكلام ده. جميل. اعتقد هو جاب برضه، لان احنا هنا بنفتش اليوزر اي دي رقم 3، فهو جاب عمرو اللي هو لو احنا فاكرين طبعا في السيرفر فايل عندنا اليوزر 3 هو عمرو. جميل. وهنحاول نغيره نخليه مثلا اليوزر 2 اللي هو محمد، واعتقد جبنا محمد. جميل جدا. فكل حاجه دلوقتي بقت ريدابل اكتر. و بس احنا كل اللي عملناه هنا ان احنا عملنا فانكشن اسمها ريندر، وبصينا فيها الكومبوننت بتاعنا هو اليوزر انفو. جميل. وبصيناها كبروب للداتا سورس with prop data source with render props. وصلناها هنا ريندر، وصلناها كبروب هنا، وعملنا ريتيرن للكومبوننت بتاعنا بالظبط كانك عامل الموضوع بشكل يعني بالظبط كانك واخد الجزء ده كوبي ومرجعه هنا. بس طبعا بقى الميزه ان انت بقى هنا ممكن تخلي بدل يوزر انفو ممكن تخليه بوك انفو او اي شيء انت محتاجه. بوك انفو. وممكن لو خلينا هنا بوكس و لودنج.
طبعا احنا كنا ناسيين البوب هنا. طبعا السورس نيم هنا هيبقى بوك مش يوزر. فلما بصينا السورس نيم بتاعنا مظبوط، الداتا بتاعت الكتاب جات لنا مظبوط. جميل. فاعتقد كده الكود بقى ريدابل اكتر ومرن اكتر، وتقدر تباصي هنا بقى اي كومبوننت او اي تشايلد كومبوننت انت محتاجه في الكونتينر بتاعك. جميل. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الكنترولد فيرسس الانكنترولد كومبوننتس. فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.